السلام عليكم ورحمة الله. اليوم شاهد زواجة بنغلاديش اجتمعوا في الحديقة، النساء في مكان والرجال في مكان، يعني بنفس الحديقة، وجابوا أكل. كيف طريقتهم؟ شوفوا بس، يعني على طريقة سهلة جدا. الزواج عندهم يعني شيء بسيط وحفلة، يعني لا حقاعة ولا شيء، بالحديقة. والميزة تواضع جدا. الأكل أكل عادي، دجاج، عاملين طبيخ، الدواء قدور طبيخ عند النساء وعند الرجال. مش شيء ضروري يأكلوا مع بعض كلهم مثلنا، لازم يجتمعوا كلهم وكلوا. بالعكس، يجي أي واحد في أطباق سفرية يغرف له كما يشتي رز، وأخذ له اللحم وفرشوا سفرة كبيرة جدا كذا في البر. عندما يغرف له الأكل هذا، عاد يجلس هو وصاحبه وأخوه كذا ويأكلوا. لما يخلصوا يقوموا يوزعها ورميها القمامة. وكل واحد يجيب هذا الشكل، يجيب الوقت متى ما يحب، مش شرط انه لا يجيب وقت معين ويتغدوا بوقت معين ويخزنوا بوقت معين ويرقدوا بوقت معين، لا. طريقتهم يعني سهلة جدا، كل واحد يغرف له الأكل وعدي يأكل ومشي. حتى ما يسببش زحمة. مثلا عندنا يعني عندما تكون قاعة وزحمة وخبر ولازم كلهم مع بعض وأكل مع بعض وسفرة مع بعض، لا، يأكل ويعطي المجال للثانيين الذي بيجوا يقوم يأكل وأخذ أغراضها ورميهن بالقمامة. وهكذا يعني زواج أمانة قمة في الذوق والإخلاق والأدب. ناس متحضرين، احنا صراحة تخلف. احنا اشتي لك يعني مدري كم، يعني تجمع لك ناس ويشوف مكان واحد وبعدين جلسة تخزين وكلام فاضي وخرجة بالبندق ولا بالسيف ولا مدري ما، يعني عادات ما أنزل الله بها من سلطان، عادات متخلفة جدا والله العظيم. يعني ما ندري متى بنتغير ونصير زي الناس. تحياتي.